يمكن الكلام ده اللي هقوله مش هيعجب حد، يعني الناس بتعتقد ان الدعاية الكبرى في السوشيال ميديا، والناس بتعتقد ان الدعاية الكبرى في الاعلانات اللي بيوزعوها على الناس، والناس بتعتقد ان الدعاية الكبرى في ان انت تعرف الناس وتروح وتيجي وكده وبتاع. انا شايف ان الدعاية الكبرى هي المريض. كنت بعاني من المواصلات، كانت الدنيا صعبة زمان في السفر وكده، كان معظم الحاجات بركب واتشعبط على العربيات، وكانت برجع امرار ماشي كتير، امشي كتير. الهدف الاساسي ان احنا نعالج المريض، ومش الهدف الاولاني المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من توس كاست محارب، واللي هيكون فيها ضيفي الأستاذ الدكتور أحمد عرفة، شخصية عزيزة جدا على قلبي، شخصية ياما اتعلمت منه من أيام ما كنت طالب وبقف معاه في العيادة، وفي نفس الوقت هو ليه خلطة سرية خاصة بيه. يعني هو ما شاء الله مش فقط ناجح على المجال الطبي، لا هو ناجح في المجال الطبي والمجال الإداري. بص مثلا الصورة اللي أنا هحطها لك دلوقتي دي، وعايزك تطلع لي هي فين اليافطة بتاعت الدكتور أحمد عرفة من بين اليافط دي كلها. بص كده كمان مرة، ركز كمان مرة، صعب جدا تلاقيها. وبالرغم من ذلك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عيادة الدكتور أحمد عرفة من أنجح إن لم تكن هي الأنجح على مستوى الزقازيق، ومع ذلك ما شاء الله كان بيسمع في أسوان، في العريش، في مطروح، الأقطاب دي كلها. ليه؟ أكتر حاجة مميز بيها قوة الكلمة، الورد اوف ماوس. أنا عاوز بس أفهمك حاجة، إن كل الأطباء، كل واحد ناجح هيكون ليه خلطة سرية الخاصة بيه. فإحنا مش هنمشي على كل دكتور بالظبط 100%، لأن كل واحد ليه المرونة العقلية اللي كان ليها تكيف طبقا لظروفه وطبقا لحياته، ولكن احنا بنهتم بالتفاصيل الرئيسية في كل سيرة ذاتية أو في كل نجاح مهني حققه أي حد هيكون ضيف عزيز علينا إن شاء الله في حلقات البودكاست. ازيك يا دكتور احمد؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. والله الحمد لله. معلش بقى احنا جايين لك في وقت مشغول وكده. الله يكرمك، تشرف لينا. الله يبارك فيك. رمضان مبارك عليك. الله يكرمك يا رب. في البدايه كده عايزين نعرف بس نبذه ذاتيه عن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحمد فتحي عرفة محمد بلال، من قرية برمكيم، مركز ديار منيد، محافظة الشرقية، مواليد 30/5/71، خريج سنة 1994. ما شاء الله. حصل على طب أسنان المنصورة، وحصلت على ماجستير سنة 2002، وحصلت على الدكتوراه سنة 2010، وأعمل في مستشفيات جامعة الزقازيق في قسم جراحة الوجه والفكين، مشرف على القسم. وسافرت برا فترة واشتغلت مع أستاذنا الدكتور عادل عبد العظيم، تعلمت على إيده العلم والأدب والأخلاق. وبعد كده استقليت بنفسي وفتحت عيادة في الزقازيق، والحمد لله يعني متزوج وأعول 4 من الأولاد، ومقيم في مدينة الزقازيق الآن يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا كنا عايزين نعرف بداية حضرتك بدأت ازاي في طب الأسنان. لو حضرتك عايز تتكلم من أول الثانوية أو من أول الجامعة مفيش مشكلة، حضرتك عايز تبدأ من أول العيادة اللي حضرتك تحب. أنا اتخرجت 94. طبعا اشتغلت في مستوصفات زي كل البادئين، يعني كنت بسافر يوميا. اشتغلت في بنايوس، واشتغلت في النخاس، واشتغلت في الطيبة، واشتغلت في ديار بنجم، واشتغلت في بوردين، واشتغلت في زنكلون. كنت بلف كده بالليل كده وبتاع. كنت بعاني من المواصلات، كانت الدنيا صعبة زمان في السفر وكده. كان معظم الحاجات بركب واتشعبط على العربيات، وكانت برجع امرار ماشي كتير، امشي كتير. كنت امرار ببيت في الاماكن اللي انا بعمل فيها من قلة المواصلات. وبعد كده تبناني بقى الله يجزاه خير ويبارك فيه الدكتور عادل. اشتغلت معاه فترة كانت من اعظم الفترات، تعلمت منه طبعا طب الاسنان الحديث. هو بصراحة يعتبر الدكتور عادل من الناس اللي طوروا طب الأسنان في الزقازيق. هو أول من أقام قسم جراحة الوجه والفكين، وبصراحة هو ده اللي كان شد انتباهي إن أنا أشتغل فيه يعني.
وهو اول من دخل قسم الحشو العصب في الزقازيق. كانت الناس زمان ما تعرفش يعني ايه حشو عصب. هو بدأ يستقطب اساتذة طب الاسنان في حشو العصب، على رأسها الأستاذة الدكتورة سلسبيل. كانت بتيجي وتعمل مؤتمرات وكورسات ومراكز. قدر الدكتور عادل يعلم الناس ويعلمنا، واحنا بقى كنا معاه او خطوه بخطوه، وقدرنا نتعلم الحاجات دي. تعلمنا حشو العصب، تعلمنا الحشو على اصوله، تعلمنا المواد ونوعيتها وكيفيتها وازاي نختار المواد، تعلمنا ازاي نتعامل مع المرضى وازاي نبقى الهدف الاساسي هو راحه المريض وليس الماده. اتعلمنا بعد كده الجراحات في المستشفى. هو برضك حب يطور اكتر واكتر ويدخل زراعة الاسنان. كان اول من دخل زراعة الاسنان برضك، وجاب ناس من هولندا عشان اتعلم الناس، واشتركنا وتعلمنا على ايدي الناس دي. بدأت تيجي من هولندا مخصوص تدينا كورسات هنا، فتعلمنا ازاي نزرع الاسنان وازاي نعمل الحاجات دي. الكلام ده في حين كان لنا زمايل تانية ما يسمعوش عن حاجة اسمها حشو عصب. كان لنا ناس تانية ما يسمعوش عن حاجة اسمها زراعة أسنان، وكان سمعنا عن ناس تانية ما يعرفوش حاجة اسمها جراحة وجه وفكين. طبعا اتطور القسم في المستشفيات الجامعية. كنا في مستشفى جامعة الزقازيق بنستقبل من محافظات شرق الدلتا كلها. من أول كان دمياط بيبعتوا لنا حالات جراحة الوجه والفكين، المنصورة نفسها كانت بتبعت لنا جراحة الوجه والفكين بالرغم ان كان فيها ناس، الا ان كانت الدنيا متطورة عندنا. اتعلمنا، كان بيجي لنا من بورسعيد والاسماعيليه والسويس والحاجات ديت جراحات الحاجات الاشياء المرضى المحتاجين جراحات الوجه والفكين. كان مشرف طبعا على القسم استاذنا الاستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقه، ربنا يطول في عمره ويزيده من فضله ومن علمه. فكنا شغالين معاه وقدرنا نأدي خدمه كبيره للمرضى، وما زلنا مستمرين وبنقود هذا الامر يعني. اتعلمنا ازاي ندي للمريض. الهدف الاساسي ان احنا نعالج المريض، ومش الهدف الاولاني الماده. وبالتالي من الله عز وجل علينا بان الناس بدات، اللي كنا شغالين او التيم اللي كان موجود بدا يتطور وبدا يبقى ناس اكفاء وناس يعطوا، وربنا يفتح عليهم يعني. طب ليش معنى الجراحه؟ مش معنى جراحه وفكين بالذات؟ والله يعني من صغري وانا غاوي جراحه. انا كنت امنيتي في الثانويه العامه ان انا ادخل طب واطلع جراح. طب بشري؟ طب بشري واطلع جراح. ولما دخلت طب اسنان كنت مكتئب ان انا دخلت طب اسنان، علشان كنت مفكر ان انا هبعد عن الجراحه لغايه لما اتخرجت. وكنت مش حابب الكليه خالص يعني، لغايه لما اتخرجت وبدات اشتغل في مستشفى الجامعه في الزقازيق، وشفت بقى جراحات الوجه والفكين، وعرفت ان اسنان فيها جراحات من اعظم الجراحات وادقها وانجحها يعني من ضمنها الجراحات التجميليه للفكين. وده اللي خدت فيه موضوع الدكتوراه بتاعي، ان انا اعمل ازاي جراحات تجميليه للفكين. الانسان يبقى عنده الفك بتاعه طالع لبره داخل لجوه معوج، عنده فك ناقص، عنده جزء مفقود من الفك، عنده الاشياء دي كلها. نعمل اجزاء، نعمل جراحات تجميليه للفك ونرجع الفك تاني يعني. ودي من الاشياء الجميله اللي بنحس بالنتيجه بتاعتها مباشره والعيان لسه نايم على ترابيزه العمليات. يعني نعمل العيان العمليه نحس بالعمليه ناجحه او مش ناجحه اثناء العمليه نفسها، والعيان لسه نايم على ترابيزه العمليات. فدي كان من ضمن الحاجات الجميله اللي حببتني في المهنه يعني. تحس ان انت بتدي خدمه كبيره للعيان، بالاضافه ان الجراحه ديت من الاشياء اللي تدي ثقه في النفس يعني. مع احترامنا لكل الاشياء التانية لانها كلها عظيمه يعني، وكلها تعطي خدمه للمريض حلوه، الا ان الجراح نفسه عنده ثقه شويه اكثر من الناس التانية، لانه بيتعامل مع العيان وهو صاحي، بيتعامل مع العيان وهو نايم واخد بنج ومخدر وكده. بيقدر يتعامل مع الاشياء المرضيه وبعدين اشياء بتتطور يوم عن يوم يعني. فعشان كده كنت حابب الجراحه يعني. طب اشمعنى السبب في التمسك بالجامعه؟ حضرتك لسه متمسك بالجامعه دلوقتي، وانا دايما نسمع عن حضرتك انك مش بتشتغل في الخاص، بتشتغل في مستشفى الجامعه، واي حالات بتيجي لحضرتك في الجراحه وكده، سواء سبت او اربع، سبت العمليات والاربع التشخيص. اشمعنى الجامعه؟ والله الجامعه هو طبعا الحاله الماديه للناس دلوقتي صعبه جدا ان انت تاخد المرضى مستشفيات خاصه وتشتغل لهم وكده. فطبعا المريض حتى لما بيجي للعياده على اساس انه يعمل عمليه وكده،
فلو الامكانيات الماديه بتاعته ما تسمحش باخده الجامعه وبنعمل له اللازم وكده يعني. من حقه ان هو يتعامل طبعا، والحمد لله الحكومه موفره للمرضى الاشياء والادويه والعلاج المجاني، فبنقدر نعالج العيانين مجانا وياخدوا خدمه زي بره واحسن كمان. والمستشفى الجامعه فيها امكانيات عاليه جدا طبعا. الناس القائمين بالامر في المستشفى بيوفروا لنا كل حاجه، يعني عايز اقول ان هم بيوفروا لنا من الابره للصاروخ. فالمريض ما بيشتريش لا شرايح ولا مسامير ولا بيشتري اي شيء خالص، ولا بيدفع اي رسوم غير اشياء بسيطه مثلا في التحاليل في الاول، وبعد كده بياخد الخدمه كامله. يعني عمليه ممكن تكلفه بره في حدود، يعني عمليه تجميليه مثلا تكلفه بره في الزقازيق 40-50 ألف جنيه، تكلفه في القاهرة مثلا بال100,000 و200,000 بيعملها في الجامعة مجانا يعني. فطبعا الحالة المادية للناس صعبة شوية يعني، فاحنا بنساعدهم يعني على قدر الإمكان يعني. فلما يتوفر في ايدينا ان احنا نعالجهم، بنعالجهم في الجامعة ونحولهم الجامعة. حاجة تانية، احنا لازم دي حاجة نحطها في حسباننا احنا كأطباء، ان احنا لنا زكاة علم لازم نؤديه. زكاة العلم ده هو في المريض المجاني. يعني انا والله بحس بمتعة كبيرة جدا في المريض المجاني لما بروح المستشفى واكشف على مريض مش قادر يدفع فلوس، مريض جاي للجامعة ومستنيني وجاي من اخر الدنيا. انا بحس بمتعة ما بحسهاش بمريض العيادة نفسه. انا بحس ان مريض العيادة واخد حقه بفلوسه اللي دافعها، لكن مريض الجامعة مش دافع فلوس، فبحس ان انا يعني ايه مديله حاجة من زكاة علمي يعني. فعلشان كده بحب ان مريض الجامعة يعني، حتى لما الواحد بيشتغل في الجامعة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في الشغل الخاص، يعني الشغل بفلوس يعني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. فالإنسان لما بيعطي ويزكي عن علمه، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه ويوسع عليه يعني. وده حق المريض علينا، حق المريض انه يجي يلاقينا موجودين ونقدر نتعامل معاه ونقدر نديله ونقدر نعمل له يعني. طب بالنسبه لفكره العياده، احنا عاوزين اولا الف مبروك على الافتتاح. الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك يا رب. الله ويبارك فيك ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. كنا عاوزين نعرف البدايه بتاعت فتح العياده، يعني حضرتك فتحت العياده ازاي الاول؟ وبعد كده ازاي حضرتك تطورت بيها ما شاء الله الى ان بقت بالمستوى الحالي بسم الله ما شاء الله؟ هو انا اول ما جيت افتح العياده خدت شقه ايجار، حتى كان المقدم بتاعها ما كانش معايا ساعتها. كان طالب مني مقدم ما يقرب من 9,000 جنيه، فساعتها ما كانوش معايا، لدرجه ان انا استلفتهم من احد الاصدقاء وجهزت العياده بالاقساط يعني. وبدات كان مشكله عندي بدايه كل شهر ازاي ان انا اوفر الايجار لصاحب الملك. الكلام ده سنه كام؟ الكلام ده سنة 2004 2005 كده. دي بداية دي البداية الأولانية. تمام. أنت اتخرجت في 94. وأول عيادة فتحتها في 2000 ما أنا اشتغلت فترة مع الدكتور عادل، وبعدين سافرت بره 2.5 سنة، وبعدين جيت بقى فتحت العيادة. بالمناسبة أنا سافرت 2.5 سنة ورجعت مديون يعني، فالسفر ده مش هو التارجت الكبير يعني، مش هو الأحلام. السفر ده يعيشك عيشة كريمة ويريحك لكن ما يكبركش. كنت عايز اعرف فتح العياده نفسه، يعني البدايه انا عارف دلوقتي بالتقسيط وان المقدم ما كانش مع حضرتك. نعم. بعد كده فتحت العياده، وبعدين بدات اسدد بقى الاقساط وكده. بدات شويه الدنيا تكبر كده. كان طبعا كلنا نعتقد ان احنا هنفتح عياده مش هنشتغل. انا يوم ما كنت بركب الاجهزه، من المواقف الطريفه يعني، يوم وانا بركب الاجهزه فلقيت واحد جاي لي كده بيكشف: هي دي عياده اسنان؟ فقلت له عياده اسنان. فبيقول لي طب ممكن اكشف؟ كنا لسه بنركب في وحده الاسنان وكده. فطبعا لا كنا عملنا اعلانات ولا ركبنا يوفط ولا الراجل ده انا اعرفه ولا حد بعته ولا اي حاجه خالص، هو درس وجعه فجاي كده يعني. فكنت مخطط ان انا اركب الاجهزه واصبر كده 2-3 وبعدين افتتح يعني. الكلام ده كان يوم 4 تقريبا يعني. فقلت له خلاص انا بس معلش المهندس بيوصل الجهاز، تعالى بكره ان شاء الله نكون وصلنا. جينا تاني يوم لا افتتاح ولا اي شيء يعني، جه الراجل كشفنا عليه وخلاص احنا افتتحنا العياده وقعدنا بقى. وسبحان الله العظيم بدات المرضى تيجي.
كان الدكتور عادل جزاه الله خير، كنا لما بنشتغل معاه كان بيعلمنا ازاي يكون لنا مريض باسمنا واحنا شغالين معاه بنتدرب تحت ايده يعني. فحتى انا دي واخدها منه، اي حد بيتدرب معايا اقول له لازم المريض يبقى مريضك، يجي لك يسال عليك بالاسم، مش جاي المركز يعني، جاي لك انت يعني، فيبقى المريض متعلق بيك. فحتى لما مشيت من عند الدكتور عادل، المرضى اللي بتوعي اللي كانوا عنده بعتهم لي هنا من العياده بتاعتي. دكتور عادل هنا ربنا يبارك فيه يا رب. المهم بدأنا نشتغل بقى او كده يعني. حاجة مهمة جدا عايز انصحها للناس، ان لازم اكتر دعاية لك. يعني انا بصراحة يعني مش يمكن الكلام ده اللي هقوله مش هيعجب حد يعني. الناس بتعتقد ان الدعاية الكبرى في السوشيال ميديا، والناس بتعتقد ان الدعاية الكبرى في الاعلانات اللي بيوزعوها على الناس، والناس بتعتقد ان الدعاية الكبرى في ان انت تعرف الناس وتروح وتيجي وكده وبتاع. انا شايف ان الدعاية الكبرى هي المريض، اكبر دعاية، لان الحاجات التانية حاجات وقتية. انا نزلت اعلان على السوشيال ميديا شافوا 1,000,000 واحد، عرضه يخلص تاني يوم هيخلص الاعلان، كل 1,000,000 واحد هيسألوا. احنا كل يوم بنشوف اعلانات كتيرة، لكن حد فينا بيتذكر اعلان الشيء؟ فيش، نادرا. الناس برضك لما بتدور على حاجة تدفع فيها فلوس لازم تسأل حد ثقة. انا عايز ازرع سنة، مش هيدخل على الفيسبوك ولا هيدخل على السوشيال ميديا ويقول انا عايز ازرع سنة، مين احسن واحد بيزرع؟ فالناس تقول له فلان وفلان وفلان. لا، هو اصلا بيسأل واحد عارفه انا عايز ازرع عند فلان، وبعدين بيستغل السوشيال ميديا انه يأكد المعلومة. فبيسأل مثلا انا عايز ازرع عند درس او عايز اعمل تقويم، فايه رايكم مين اللي بيعمل؟ فواحد صاحبه ومعرفته يقول له روح عند احمد عرفة، فيبدا يدخل على النت يسرش عن احمد عرفة، يقول هل احمد عرفة حلو ولا مش حلو، وبناء على التعليقات ده لو هو غاوي سوشيال ميديا. لكن هو لو هو اصلا واثق في قريبه ده هيجي لاحمد عرفة مباشره يقول انا 99.9% من المرضى بتوعي بيجي يقولوا فلان بعتني فلان بعتني فلان بعتني. يعني نادرا ما الاقي واحد يقول انا دخلت على الفيس وشفت لك اعلان فجيت. فانا عشان كده مش من يعني هي شيء مساعد، لكن ما هوش شيء اساسي. مريضك هو الدعايه بتاعتك، لذلك انت لازم تدي للمريض خدمه حلوه، وتدي له افضل شيء، وتدي له افضل شيء من وقتك، وتدي له ابتسامه حلوه، وتدي له مقابله حلوه، وتدي له احترام حلو. والهدف الاساسي ان انت تعالجه، مش الهدف الاساسي ان انت تاخد منه فلوس. الفلوس هدف، لكن هدف ثاني وليس هدف اولي. فانا لما يجي لي المريض مثلا عايز يحشي ضرس، ادور له على افضل خامه احطها له، اعمل له افضل شيء، وبعدين ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقني واعمل له افضل شيء، بحيث ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه ويستريح. وبعد ما يستريح بعد كده اخد فلوس، لكن مش الهدف الاساسي الفلوس. لو الهدف الاساسي الفلوس يبقى انا هبقى تاجر وليس طبيب يعني. وان كان الفلوس هدف يعني، لكن ما هوش الهدف الاولي. فاهم. يعني هو هدف من ضمن الاهداف، ولكن مش هو الاسمى، مش هو اهم حاجه. طب هل الجامعه سبب قوي من اسباب النجاح العلمي؟ يعني حضرتك بسبب خبره حضرتك في الجامعه، وان احنا ما شاء الله بنسمع ده حضرتك مش لا نزكيك على الله والله، احنا بنتكلم على فكره ان حضرتك فعلا رحيم بالناس في الجامعه وكده. هل ده بيكون سبب قوي انه او اهم سبب في نجاح الجامعه هنا، في نجاح العياده هنا قصدي؟ هو لها شقين، هي من الاسباب الرئيسيه في نجاح العياده لها شقين. الشق الاولاني، وانا شايف ان انا لما بدل المريض المجاني ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني ويعوضني في المريض بالفلوس. سبحان الله العظيم، ما بروحش يوم الجامعه الا واجي الاقي اكثر الايام زحمه عندي في العياده، واكثر الايام دخلا في العياده. في اليوم اللي بروح فيه الجامعه واكشف على مرضى، اليوم اللي بروح فيه عمليات واشتغل بايدي، سبحان الله من افضل الايام. يعني يوم السبت اللي فات ده كنت في الجامعه، اشتغلنا للساعه 3، جيت هنا العياده خلصنا بعد المغرب. ازحم يوم في رمضان كان هو اليوم اللي اشتغلت فيه عمليات في الجامعه. فالفكره كلها ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك وبيعوضك. دي اول شيء. الشيء الثاني، المريض اللي بتديله في الجامعه، المريض ده بيبقى جاي يعمل عمليه او جاي يحشي ضرس، بيبقى جاي معاه 5 6 10. انت مين اللي عامل لك العمليه؟ فلان. بس انا مش بحب الحكومه، انا عايز اروح شغل خاص. طب ما فلان ده كويس؟ كويس والله، مقابلته كويسه، فانا ان شاء الله هروح له
هروح له العياده وهروح له البرايفت واعمل عنده يعني. فبرضك ده من الناحيه الثانيه. الناحيه الثالثه ان المريض ده ظروفه الماديه النهارده وحشه، لكن دوام الحال من المحال. بكره هذا المريض يتحسن وضعه، وبدل ما يروح مستشفيات خاصه مستشفيات عامه يقول لا انا هروح اعمل في الخاص كده، انا ربنا فتح عليا ماديا فاعمل. فده كله بيساعد على الانتشار. امرار المريض نفسه بيحس ان الجامعه مش الليفل العالي يعني، فبيدور على مستوى اعلى، فيقول لا انا ممكن اروح بره خاص يعني. فدي كلها اشياء بتساعد على الانتشار. حاجه مهمه في الجامعه، انت لازم يبقى ماشي في المكان بتقابل كل الناس، من اول العامل اللي على البوابه بره لغايه اعلى واحد قابله بنفس الابتسامه، بنفس السلام، بنفس الحب، وتسلم عليهم وتقابلهم باحترام وبتاع، وتكبر بيهم وتكبر بالناس اللي شغالين. انا لما بيجي مثلا عامل يوصي على اجابه ابوه مثلا او ابنه او بنته يعمل اسنانه في الجامعه مثلا، واكشف عليه واقول له اول حاجه يعني اعرفه ان هو زميلنا، مش عامل او مش ممرض او مش اي حاجه، اقابله باحترام، اكبر بيه قدام الناس اللي جاي يكشف عليهم وكده. العامل او الممرض او اي حد جاي كده لما بتكبر بيه وتحترمه وتجي له، حتى لو جالك دكتور زميلك او دكتور بشري مثلا او اي حد جايب حاله معرفه وتكبر بيه قدام المريض ده، برضك ده بينقل صوره حلوه خالص. ده كله بيسمع معاك في الشغل الخاص بعد كده. طبعا احنا بنعمل الحاجات دي الهدف منها ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده الخلق اللي لازم نتخلق بيه. لكن سبحان الله بيعود بالنفع او بيعود تاني ان انت بتكبر في عيادتك يعني. هو حضرتك بتترك شيء لله، فربنا بيعوضه لك خيرا منه لحضرتك. نعم. سبحان الله يا رب. حضرتك قدوتنا من زمان يعني. الله يبارك فيك. فعشان كده الحلقه دي بالنسبه لي انا بتعلم فيها قبل ما الناس تتفرج عليها. الله يبارك يعني. الله يكرمك يا رب. فدلوقتي بالنسبه لي اختصار النجاح ده، يعني النجاح بتاع حضرتك حتى الان اللهم بارك، لو هنختصره في 3 كلمات مهمين، 3 حاجات الناس تركز فيهم. دي النقطه الثانيه، هل في بديل؟ يعني افرض انا مش في الجامعه، فهل في بديل اقدم فيه خدمه كويسه زي ما حضرتك بتقدمه خلال الجامعه؟ هل في مكان اقدم فيه كويس؟ يعني في مكان يبقى اعمل فيه كده؟ هو حضرتك كلنا شغالين حكومه، تمام، كلنا بيجي لنا مرضى، تمام. مريض الحكومه ده لازم تشيله على راسك، لان المريض ده ما هوش جاي بفلوسه. المريض ده انت بتعمله بقى لوجه الله، وده المريض اللي بتاخد فيه، انا حاسس ان انت بتاخد فيه اجر من ربنا. المريض ده لازم تخلص في عملك له. المريض ده سبحان الله ربنا هيعوضك في الشغل الخاص. انا بقى الاحظ وبعيب على كثير من الزملاء ان هم بيقابلوا المريض الحكومه ده بازدراء او بيقابلوه باهمال، والمريض ده لو جاله في الخاص بيقابله باحترام وبيشيله، علشان هو معتقد ان هو بيستفيد من المريض ده فلوس. الفلوس دي حاجه يعني اقل مكسب تطلع بيه من ورا المريض. الفلوس دي انت ممكن حضرتك تاخدها منه دلوقتي وتتصرف وانت قاعد معاه، فحضرتك مكسب ضعيف سريع الانتهاء. لكن حضرتك المريض لما تديله حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى، واخد بالك، انت بتترك اثر وبتاخد مكسب اكبر بكثير من الماده. فعشان كده انا بأهيب بكل الزملاء انه لازم يحترم مريض الحكومه. طبعا في الناس، طبعا احنا كاطباء اسنان عددنا كتير دلوقتي، فتلاقي الواحد بيروح مثلا شغله الاساسي يوم او 2 أو 3 في الاسبوع. اليوم او 2 أو 3 اللي يروحهم في الاسبوع ده لازم حضرتك يروح من البدايه ويشتغل ويؤدي في هذا الامر، ويقابل المرضى باحترام وبادب ويديهم افضل ما عنده، ويجتهد ان المريض ما يمشيش زعلان. بتحضرني آية في القرآن في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أسوأ حاجة إن أنت تشوف دمعة في عين مريض وما تقدرش تلبي له طلبه، أو اللي أسوأ منها إن أنت تقدر تلبي له طلبه وما تعملوش، ويمشي المريض وهو زعلان منك. المريض ده لما بيمشي نفسه مكسوره، انت بص كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، لازم هتنكسر.
فحذاري ثم حذاري ثم حذاري ان انت يجي لك حد وتبقى قادر ان انت تديله وما تديلوش. فدي اول حاجه. تاني حاجه حضرتك لازم ما يبقاش عندك مستويين في العطاء. مستوى العطاء في الخاص لازم زيه زي مستوى العطاء في العام. لو الاتنين تساووا عندك يبقى انت هتبقى دكتور ناجح. لو الهدف المادي رقم 2 عندك مش رقم 1 هتبقى دكتور ناجح. الحاجة الثالثة علشان تنجح لازم تحط نفسك دايما في المنحنى الصاعد. يعني ايه المنحنى الصاعد؟ انا بشبه العلم بمنحنى ليه خط صاعد وليه قمة وليه خط نازل. فطول ما انت حاطط نفسك في المنحنى الصاعد يبقى كل يوم هترتقي. لو حطيت نفسك ان انت وصلت للقمة، بعد القمة الانحدار، والانحدار بيكونوا بسرعة. فيوم ما تحس ان انت وصلت للقمة اعرف ان ده بداية الفشل، لان بعد القمة الانحدار. ماشي. لكن طول عمرك لازم تتهم نفسك بالتقصير، وطول عمرك لازم تتهم نفسك بقلة العلم، ولازم تحط نصب عينك انه وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولازم تحط نفسك في منحنى الصاعد، كل يوم تكبر نفسك. فلذلك لازم يبقى عندك ورد يومي من القراءة، ولازم تحضر مؤتمرات، ولازم تشارك في دورات، ولازم اتعلم الناس اللي بعدك، ولازم تقرأ كتير. فده كله هيرتقي بك انت. فطول ما انت حاطط نفسك في المنحنى الصاعد ما من يوم الا وهتبقى افضل من اليوم اللي قبله. واوعى، ولازم تحط نفسك دايما تتهم نفسك بالقصور، ولازم تتهم نفسك بالجهل معايا. ليس لانك جاهل، لكن تتهم نفسك بالجهل لان في اعلى منك وفي حاجات احسن منك. ولازم تقرا، لازم تقرا ولو حتى سطرين في اليوم. مشغول 24 ساعه، ما يفوتش عليك يوم الا وتقرا. تقرا ورقه علميه، تقرا معلومه علميه، تسال. وبعدين المعلومة اللي تاخدها عشان ما تنساهاش، أفضل شيء تثبتها في دماغك تشاركها مع زمايلك، لأن كل شيء ينضب بالإنفاق إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق. فكل ما بتشاركها مع زمايلك تثبت في دماغك، وأكتر واحد يستفيد بها هو أنت. أنا دايما بحب أعمل كورسات كده، ليس الهدف منها المادة، الهدف إن أنا أقرأ وأشارك المعلومات اللي في دماغي مع الزمايل. ودايما انا عامل مجموعات على الواتس كده، الناس بتشاركني الحالات، ودايما بشارككم رايي في الحالات وكده. يعني الموضوع ده يعني انا مثلا بقعد لي فتره كده يوميا اقرا الحالات بتاعت الناس، وابدا اشارككم رايي فيها وكده بتاع، واجاوب على اسئلتهم. لو انا اقدر، مش هقدر ممكن ادور على اجابات، بحيث ان احنا نوصل ان احنا لافضل حل لهذا المريض. يعني الشاهد من الامر ده مش الهدف منه ان انا قبل ما ارد على زميلي، الهدف منه ان انا اكبر نفسي، ارد على نفسي، اعلم نفسي. لان اول واحد بيستفيد من هذا العطاء هو انت. اول واحد هو اللي بيدي، ده اول واحد بيستفيد. زي الصدقه مثلا، انت لما بتطلع صدقه انت اول واحد مستفيد. ماشي. مش الفقير اللي بياخد منك الصدقه دي صاحب فضل عليك انه جه خدها منك اصلا، انه موجود اصلا. يعني في اخر الزمان كده هيكون في حاجه الواحد مش متخيلها، ان الناس هتغتني لدرجه ان انت الواحد هيخرج بالصدقه بتاعته عشان يديها لحد، مش هيلاقي حد ياخدها. فتخيل انت مدى الحزن ساعتها ان انت مش لاقي حد ياخد منك صدقه، فان انت ربنا يبعت لك واحد ياخد، هو اصلا صاحب فضل عليك. برضك العلم، انت لما تلاقي واحد عايز يسالك على اي حاجه وتدي له حاجه، انت هو صاحب فضل عليك، مش انت اللي صاحب فضل عليه. طب تمام. دلوقتي انا هنفترض، معلش، انا طبيب حر، وفي نفس الوقت انا مش شغال بقى حكومه ولا شغال في الجامعه، وعندي عياده عندي في قريه او في مدينه، وعاوز افيد الناس يعني الغلابه. هل اعمل ايه؟ يعني مثلا افتح يوم او يومين مجاني، او اخفض سعر الكشف، او يعني اعملها ازاي بحيث ان انا اخلي اكبر عدد ممكن من الناس الغلابه تجي لي فافيدهم واتصدق او اتزكى بعيد. الموضوع ده لما بتعمله كده للاسف اللي بيحاول يعني اللي بيحاول يستفيد من هذا الامر هم اصحاب الماده.
مش الغلابه دول عندهم حياء بشع. انا بقى بلاحظ ان العيان الغلبان المسكين اللي بيجي لي العياده هيعمل خاص انه دايما جاي ماسك الفلوس في ايده كده، ماشي. حتى لما بتقول له سعر الحاجه انا هعمل لك حشو بكذا، لو المبلغ كبير عليه هو ما بيعرضش في قيمة المبلغ مقابل الخدمة اللي هياخدها، هو بيعترض على ان هو مش معاه. يعني لما اقول له مثلا الشغلانة دي هتكلف 500 جنيه، 500 جنيه، هو مش بيعترض ان الحاجة ب 500 جنيه، هو بيعترض ان هو ما معهوش ال 500 جنيه. فده انت بتعرفه في عيادتك، وده لازم تبقى لماح. ده انت حضرتك من غير ما اعمل حاجة، من غير ما تعمل اي حاجة. ده هيجي، ده كده افضل لانه فعلا بتحسبهم اغنياء بالتعفف. ايوه الله ينور عليك، صدق الله العظيم. فالفقير ده فعلا يحسبهم جاهل اغنياء من التعفف. لكن التاني ده لما تفتحها هتلاقي اللي بيحاول ان هو يستفيد من هذا الامر هم اصحاب الماده، او اصحاب اللي معهم فلوس بس مش كتير، لكن برضك هيحاولوا ان هم يستفيدوا من هذا الامر. لكن الفقير كفقير بيستحي من هذا الامر. فده انت بتعرفه في حياتك ده. وبعدين حضرتك انت لما تعمله مثلا ولا تعمله مجاني، اعملها له بطريقه ظريفه ما تاثرش على كرامته. يعني والله انا هحشي لك، هو الحشو احنا هنعمل لك عليه خصم النهارده كده وبتاع. يعني ما تعملوش خصم عشان ظروفك، عشان انت غلبان، لا انا هعمل لك خصم عشان احنا النهارده بنعمل خصم، ماشي. او هنعمل لك كده، بص انا هعمل لك الدرسين النهارده خلاص. انا اصلا انا هخلع لك الخلع ده النهارده كده ايه، بس ادعينا كده اصلا ما كفايه ان انت دافع كشف، يعني الفلوس هتعمل ايه. فهاتها له بطريقه مرحه ظريفه كده، يحس ان هو يعني ان انت ما جرحتش كرامته يعني. برضك لما تيجي تعمل له خصم ما تحسسوش كده. يعني مثلا لو الحاجه بتكلف 1000، فطبعا 1000 هيبقى مبلغ ضخم بالنسبه له، ما تقولوش انا 1000 وهاخد منك 100 جنيه بس، لا ما تدلوش فرصه انه يشغل. قول له بص هي الحاجه دي ب200 واحنا هناخد منك النص، يبقى 100. هي الحاجه في البدايه ب1000 بس انت قلت له هي 200 واحنا هناخد منك 100، فهو حاسس ان انت عامل له خصم 50% وهو دافع 50%. اي نعم انت عامل له خصم 90%، لكن هو في النهايه برضك حسسناه ان هو ايه، صاحب كرامه ودافع فلوس ودافع مش عارف ايه. قصه المدينيه برضك مش كل المرضى بتقبلها يعني معايا. لو في مريض بيقبلها خلاص بنعمل له يعني وبنديله اللي هو عايزه كده بتاع. والله هو ربنا بيعوض عليك يعني وبيدي لك يعني. لكن ان انت هتعمل كشف مجاني يوميا، هتلاقي مش الغلابه اللي جايين لك. هتعمل يوم مجاني لا مش هتعمل. برضك في مشاركه في القوافل الطبيه برضك، وان انت تبعت مريض، انت بتنتقي بعض المرضى اللي ما بيقدروش يتعالجوا بتجيبهم العياده يعني. برضك دي من الاشياء اللي بتساعد. طب دلوقتي السؤال بقى اللي هو لو هنختصر ده كله، النجاح ده كله في 3 كلمات او حتى 5 كلمات كحد اقصى، ايه هم؟ اول حاجه الاخلاص، ان تعملك يبقى خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الهدف الاولاني ارضاء الله سبحانه وتعالى. طول ما انت بتتقي الله وترضي ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيدي لك. الحاجه الثانيه الصدق، يكون عندك مصداقيه مع المريض، صادق مع المريض في كل حاجه. لا تطلع بسقف طموحات المريض، ولا تنزل بسقف طموحات المريض، ولا تنصب على المريض، ماشي. يبقى صادق مع المريض. الحاجه بتكلف كذا كذا، هعمل لك حاجه بالماده الفلانيه يبقى من الماده الفلانيه، ما تقولش للمريض حاجه وتعمل له حاجه ثانيه، ماشي. فتبقى عندك مصداقيه في الكلام مع المريض. الحاجه الثالثه ان عدم المغالاه وعدم الجشع، ان انت تبقى انسان وكان بين ذلك قنوع وكان بين ذلك قوامه، تاخد حقك لكن بدون جشع، واخد بالك، وبدون ما تبخس نفسك حقك، ماشي. الحاجه اللي مهمه جدا جدا الرابعه، ان انت قدر الامكان تحاول تكون تدي للناس حقوقها، لان الموضوع ده سيء جدا. مع بعض الاطباء بيأخروا حقوق الناس اصحاب المواد الخام، بيأخروا حقوق الناس المعامل، بيأخروا أجور العاملين معايا. ده كل هيته بيؤثر بالسلب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن الأشياء اللي بتتلف دخلك وعملك تأخير حقوق الناس. حقوق الناس دي تشمل إيجار المكان اللي أنت فيه، تشمل فواتير الكهرباء والمية ان انت حضرتك تسددهم اول باول ما تاخرهمش، تشمل ان انت تمشي خط مستقيم ما تحاولش تشغل دماغك في او بلاش فهلاوه وتاخد حقوق مش حقوقك. الحاجه اللي مهمه ان انت ما تتزكاش على اصحاب المواد الخام اللي انت بتاخد منهم، تدي لهم حقوقهم اول باول، لان تاخير الفلوس حتى في الوقت اللي احنا فيه ده بيؤخر وبيسبب لهم خسارات بشعه. يعني حقوق المعامل لازم تديها لهم اول باول، لان تاخير الفلوس برضك بيؤخر عنهم يعني. فلو الناس لها فلوس تحاول تديها لهم اول باول، تبقى صادق في عطائك للناس. من اخذ اموال الناس يريد اداءها، انت بس نية صادقة ان انت عايز تؤدي الناس حقوقها، ادى الله عنه، مش انت اللي هتؤدي، ربنا هيبعت لك اللي هيسد عنك. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها، انت تقول في نفسك كده: طب هو ده يعني لو انا اخرت له يوم 2 مش هتفرق معاه. مجرد ان انت تفكر كده مش هيجي لك فلوس، ماشي. ومن اخذ اموال الناس فلوسه اديها له حقه في اليوم اللي انت قلت فيه التزم بالكلام، ما يبقاش الهدف الاساسي ان انت تعتذر. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، فتلاقي الدنيا بتتاخر معاك. النقطة الأخيرة الخامسة: على عقد شريعة المتعاقدين. بمعنى أنا حضرتك جاي لي مريض عايز يزرع سنة، أو جاي لي مريض قال لي أنا عايزك تريحنا من الدرس ده، احشي لي الدرس ده. فحضرتك مطلوب ان انا اعمل له وان هو يستريح. طبعا لازم المريض يبقى فاهم ان الراحة من الله عز وجل، وكل اللي مطلوب مني ان انا امشي لك خطوات صح. انا هضمن شغلي لكن مش هضمن الشفاء، لان الشافي هو الله عز وجل. وده نقطة عقائدية لازم انت تؤمن بيها، ولازم المريض يؤمن بيها، ولازم تبقى توصلها للمريض، ولازم انت تبقى مقتنع بيها ان الله عز وجل هو اللي بيشفي. فلما المريض يقول لك انا هتحشي لي الدرس ده هستريح، قول له بامر الله، مش له الشافي هو الله مش انا. طيب انا حضرتك هحشيت الدرس، لو الحشو نفع هاخد وخدت حقي، خلاص حقك. طيب افرض انت ما وفقتش وما حشيتش، واخد بالك، يبقى مش من حق المريض ان هو يدفع. طب انت صرفت، خلاص هحتسبه عند الله. انا المريض هو جاي حقه ان هو ياخد حشو، ما كملتلوش الشغلانه زي مريض هيزرع. فحضرتك انا جاي عايز يركب سنه، زرعت له والزرعه ما وفقتش فيها، واخد بالك، مش ذنب المريض انه يشيل التكلفه يعني. فبرضك يعني ممكن الكلام ده ما يعجبش كثير من زملائنا، ويقول لك انا هشيل ريسك ومش هشيل ريسك. لا، انا حضرتك يعني المريض وايه ذنب المريض انه يشيل؟ طيب انت ما وفقتش، خلاص ده مشكله عندك انت، خلاص يعني انا خلاص. لكن انا الراجل جاي ياخد مني شغلانه لازم اديها. طيب ما وفقتش في البتاع دي، يبقى مش من حق اخد منه فلوس. يعني انا سمسار هشتري منه بيت، السمسار قاعد يلف معايا 24 ساعه، واخد بالك، وما جابليش البيت، هل من حقه ياخد فلوس؟ لا، مش من حقه ياخد فلوس. طب لما يجيب لي فلوس ياخد حقه ولا مش ياخد حقه؟ فهو احنا العقد شريعة المتعاقدين، اديتني هدي، يعني عملت له الشغلانه هاخد حقي، ما عملتلوش الشغلانه او ما وفقتش في عمل الشغلانه حتى لو انا تعبت، خلاص احتسب التعب عند ربنا سبحانه وتعالى، وما يبقاش من حق ان انا اخد فلوس. وده والله انا شفتها كتير مع الدكتور عادل، يعمل طقم للعيان مثلا، العيان ما يستريحش في الطقم، يقول له انا مش مستريح، يقوم هات الطقم شكرا وتفضل فلوسك وخلاص ونفضل الموضوع. ويبات مستريح. طيب انا كلفت وصرفت وعملت وبتاع، خلاص بنحسبها عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب وربنا هيعوضني في حاجه تانية. طيب لكن مش ذنب المريض ان هو ما استريحش، انا ما وفقتش، ما عرفتش اعمل له طقم، ما عرفتش اريحه. انت شطارتك كدكتور بقى ان انت تحاول ان انت تريحه، وتجتهد ان انت تريحه، وتسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقك ان انت تريحه، عشان لما تاخد الفلوس تبقى حقك بس. طب دلوقتي بالنسبه لنا احنا كطلبه او حديث تخرج، اعمل ايه عشان اتميز او عشان انافس الاعداد الهائله دلوقتي؟
بص، هو حضرتك احنا الاعداد الهائله في التخريج يجي الاطباء تتوازى متوازيه مع الاعداد الهائله في المواليد. فحضرتك دي حاجه يعني دي قصاد الكثافه السكانيه. قصاد الكثافه السكانيه. فما تفكرش ان انت بنزيد عدد اسنان، لا، عدد الكثافه السكانيه اكتر، فحضرتك هتلاقي شغل. ماشي. القريه بتاعتنا فيها 2 دكاتره ومحتاجه 50 دكتور كمان، فحضرتك الناس بتنتج وانت حضرتك الجامعات بتنتج اطباء، فما تبصش للنقطه دي. الحاجه الثانيه، حضرتك لازم تبقى مؤمن ايمانا يقينيا بان الرازق هو الله سبحانه وتعالى. ماشي. فربنا سبحانه وتعالى بيرزق، فهيرزقك. ماشي. ويوم ما تبدا وتشتغل هيرزقك، بس انت لازم تجتهد. اول حاجه في الاجتهاد ان انت اولا لازم تتدرب. الجامعات اليومين دول بتعلم اكثر من ايامنا احنا، فالناس بتتخرج اشطر من ايامنا احنا اول ما اتخرجنا، فالخريجين اليومين دول شطار، لكن مشكلتهم ان هم بيدوروا على الماده. المشكله الاولانيه انه عايز فلوس عشان يعوض اللي صرفه في الكليه واللي صرفه واللي جابه، وعايز يلبس براندات، وعايز يركب مش عارف ايه، وعايز يفتح عياده هاي ليفل، وعايز مش عارف ايه. يجي عند احمد عرفه مثلا في المركز بتاعه، انا عايز افتح عياده زيه كده، ويفكر من اول يوم يفتح. مش في دماغه انه يروح ويتمرمط ويجي ويتعب يعني، ويعافر الاول. الحاجه اللي بعد كده انه اسوأ حاجه ان انت تعتقد ان انت كويس وان انت شاطر. واخد بالك؟ يوم ما تعتقد هذا الاعتقاد اعرف ان انت فاشل، وهتبقى فاشل. لازم تتهم نفسك ان انت مش عارف حاجه، انت اصلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فانت حضرتك لازم تشتغل على نفسك الاول، تطورها. تشتغل على نفسك تطورها ازاي؟ تاخد كورسات، وبعدين تركز في كورسات في اتجاه واحد. يعني انا مثلا الفتره اللي جايه هبدا اربي نفسي ازاي ابقى شاطر في حشو العصب. طيب الفتره اللي بعدها هربي نفسي ازاي ابقى شاطر مثلا في الجراحه. الفتره اللي بعدها هربي نفسي ازاي ابقى شاطر في التقويم. الفتره اللي بعدها هربي كده، ادور على كورس واخلص الكورس اخد واحد تاني، وادور عليها اخد واحد تالت. ماشي. وابدا اشتغل عملي، وابدا اناقش الناس، وابدا اكبر نفسي في هذا الامر، واركز لغايه لما ارتقي بالامر. طيب ما اروحش بقى على واحد عمره 50 سنة او 60 سنة وشغال، ويا انت شاطر خالص يا دكتور احمد في الجراحة، انا عايز ابقى زيك، وشافني بعمل عملية يروح يشتغل العملية دي. طبعا قمة الفشل. وعشان كده الناس دايما بتقع في اخطاء، ودايما المشاكل اللي بتكتر كده. حضرتك الناس دي تعبت، اللي قبلك تعبت في ان هي شافت وقريت ودرست واتدربت وشافت حالات كتيره وعملت حالات كتيره وغلطت وصححت. خلي بالك، ولازم تحط في دماغك في يوم من الايام ان انت هتبقى زيه واشطر منه، بس في يوم من الايام، مش النهارده. في يوم من الايام ده بعد ما حضرتك تذاكر، تاخد ماجستير، تاخد دكتوراه، تاخد بورد، تاخد مش عارف كورسات، وتدرب، وتاخد معادله، وتاخد زماله وكده. وبعدين انت في يوم من الايام لازم تبقى حاطط في دماغك ان انت تبقى اشطر منه. احنا العلم ده ما هو الا هرم، وما نحن الا لبنات فيه. فانا لبنه في الهرم ده، اللي هتيجي بعدي هتيجي تحتي ولا فوقي؟ فوقي. فلازم هو يبقى حاطط في دماغه ان هو يبقى احسن مني في يوم من الايام. واخد بال حضرتك؟ زي ما انا حطيت في دماغي ان انا ابقى احسن من اللي قبلي، فهو هيبقى احسن، لانه هو هياخد اللي عندي، وهيبدا هو يطور فيه، وهيبدا يطور فيه. ولكنهم اكم قوم تستعجلون. فانت لازم حضرتك تشتغل على نفسك، تطورها بالكورسات. لازم تحضر مؤتمرات اول باول، وتحضر المؤتمرات ليس للرفاهيه لكن لتحصيل العلم. لازم تدور على ان انت تسجل بوستات، يعني ان انت تاخد يا اما ماجستير، يا اما تاخد بورد، يا اما تاخد دكتوراه، يا اما المهم ان انت تذاكر، تاخد كورسات، تذاكر هنا بره، تذاكر بره، تسافر، تعمل. انا فاكر حضرتك في مره قلت لي دي اول مره تفصل صح؟ اشتغل. انا فعلا فاكر حضرتك في مره وانا كنت واقف تدريب مع حضرتك ايام ما كنت مع حضرتك هنا في المركز القديم يعني. حضرتك قلت لي ما تستعجلش، وقلت لي الايه كده باللفظ: خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي فلا تستعجلوا. نعم. انا فاكرها من يوم. نعم. حضرتك قلت لي فعلا بالفعل، قلت لي اتميز بالمتاح قدامك الاول. انت متاح قدامك تشتغل حشو عصب، اشتغل 1000 حشو عصب الاول. بعد كده فكر تشتغل
1000 حالة جراحة، صعبة تشتغل 1000 حالة جراحة، اشتغل 500 بس تشتغل كميات وتاخد ستيب بستيب. عشان بعد كده انا فاكر اللفظ، لو هتفتح عيادة وهتشغل ناس معاك في التيم تبقى انت شايفهم تحتك كلهم بيمشوا بنفس الاسطمبة اللي انت مشيت فيها، تبقى ناجح وهم كمان ينجحوا ويكملوا مسيرتك. تمام. انا فاكرها باللفظ الحقيقي. ايوه. ربنا يجزيك عنا خير يعني في النقطة دي بالذات. الله يبارك فيك يا رب. طيب دلوقتي بالنسبة لحضرتك خلاص، انت حضرتك كنت بتقول ان ما يفتحش عيادة بدري، انا ده السؤال اللي كان بعده، ان احنا نفتح عيادة بدري ولا نتدرب ونشتغل الاول فترة في المجال؟ لو لازم تتدرب شوية. عندنا 3 حاجات أساسية قوام أي عيادة. تمام. إن أنت حضرتك تجيد حشو العصب، ماشي، وتجيد الخلع. ال3 أشياء دول أساسية في فتح عيادة. أنت ممكن تفتح عيادة بال3 حاجات دول. بعد كده مقبول منك وأنت لما تفتح عيادة إن أنت يجي لك خلع جراحي وتقول أنا ما بعرفش أعمله، هحولك للجراح. مقبول عادي. مقبول منك إن أنت تجي لك مثلا حالة تقويم وتقول أنا ما بشتغلش تقويم وتحولها لحد. لكن مش مقبول ان يجي لك واحد عايز يحشي وتقول ما بحشيش. ماشي. مش مقبول ان يجي لك واحد عايز يخلع وتقول ما بخلعش. فانت وال3 حاجات دول الحمد لله ربنا يجزي اساتذتنا خير الجزاء، اتعلمناها واحنا في سنه 3 في الكليه. انت طورها بقى، طور ال3 حاجات الاساسيه لقوام اي عياده واشتغلها. الحاجه اللي بعد كده ما تحطش مناخيرك في حاجه ما انتش فاهمها ولا حاجه ما اشتغلتهاش. ماشي. مش الشطاره ان انت تعمل حاجه غلط، الشطاره ان انت تبقى عارف الخطوات وتمشي عليها صح. ومش الشطاره ان انت توصل للنتيجه الاخرانيه، الشطاره ان انت تمشي الخطوات صح. احنا مش مطلوب منا في حياتنا اصلا النتيجه، لان النتائج دي من الله عز وجل، منحه ربانيه ربنا بيديها لنا في الاخر. يعني انا بذاكر واجتهد، هل مطلوب مني ان انا انجح؟ لا، مطلوب مني ان انا اذاكر عشان انجح. لكن انجح دي بقى منحه ربانيه ربنا بيديها لي في الاخر. لان انا ممكن اذاكر مذكره واحد يطلع الاول على الجمهوريه واجي ليله الامتحان يجي له دور برد واروح ما اعرفش اجاوب وما انجحش. وممكن واحد ما ذاكرش خالص ويروح يغش ويطلع الاول على الجمهوريه. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى بيساوي الاثنين؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمل. فربنا سبحانه وتعالى بيدي على قد التعب، ممكن يديهولك مش مباشر، مش نتيجه مباشره للعمل. طيب احنا برضك في المهنه بتاعتنا مطلوب مننا ان احنا نجتهد، لكن مش مطلوب مننا ان احنا نشفي مريض، ولا مطلوب مننا ان احنا نوصل للنتيجه، لكن مطلوب مننا ان احنا نجتهد عشان نوصل لهذه النتيجه. فاحنا مطلوب ان احنا نطور نفسنا ونكبر نفسنا حضرتك قلت دلوقتي من حضرتك تخرجت في 1994 وفتحت عياده في 2004، يعني تقريبا 8 سنين. يعني حضرتك عينه ناجحه وقدام الناس قدوه. تمام. ما شاء الله. ان حضرتك مش فتحت على طول، قعدت 8 سنين الاول، سافرت فتره منهم، اشتغلت فتره تدريب او اشتغلت فتره مع احد الدكاتره، اتمرمطت في كذا مكان. الكلام ده يعني عن تجربه. ايوه. طيب دلوقتي بالنسبه بقى السؤال، هو حضرتك ليه مش مغير اليافطه المره؟ يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله غيرت كل حاجه في المكان وظبطت، ليه مش مهتم بالحته دي؟ انا عارف ان حضرتك بص، انا في ناس انا اشتغلت فتره في اسوان وكان بيجي لي ناس احيانا في عيادات او بيبقوا معايا في كذا في شغل بره العياده في من العريش ما شاء الله ومطروح والاماكن دي بسم الله ما شاء الله حضرتك مسمع فيها. يعني حضرتك في الزقازيق، حضرتك مش مثلا مش في القاهره مثلا، مش في العاصمه، وما شاء الله في ناس بتيجي من الاماكن دي لحضرتك في الزقازيق اللي هي محافظه ثانويه مش محافظه مهمه زي القاهره. انا اعرف ناس لازم يفتح في القاهره مخصوص عشان الناس تجي له من الاقطاب دي كلها. وبسم الله ما شاء الله حضرتك لما يعني الواحد بيسال دايما، وحضرتك مهتم اكتر حاجه بالورد اوف ماوث، المريض. المريض يتكلم عنك خير. طيب ليه حضرتك بقى مش مهتم بالفكره الثانيه، ولا حضرتك تهتم بيها برضه اللي هي فكره الماركتنج سواء اونلاين او اليوفط او الكلام ده كله؟ والله الماركتنج والحاجات ديت انا بصراحه يعني المشكله ان هو سلاح ذو حدين. انا بقول لحضرتك او ممكن الماركتنج ده يضيعك. هقول لحضرتك على حاجه، تخيل احنا طبعا في نسبه كبيره من الناس بتحب طولة اللسان شويه، فممكن مثلا واحد يقول كلمه سخيفه تلاقي 100 واحد علق بكلمه سخيفه. ماشي. انا شخصيا لما بشوف الكلام السخيف ده بتضايق شويه، فانا مش عايز اشوفه، فخلاص يعني ما بحبش. الحاجه الثانيه انا بقول لحضرتك انا جربت اصلا القصص الماركتنج دي ما فيش. يعني انا فاتح مركز في العاشر، مركز العاشر ده عملنا فيه ماركتنج في كل حته،
وبرضك ما جاليش ولا مريض من الماركتينج، وكل المرضى جم من المعارف وجم من المرضى اللي قبل كده. فحضرتك دي كله مش في الفيس والميديا والحاجات ديت يعني بتجيب في بعض الاحيان بتجيب مرضى، لكن مش هو الاساس. طيب انت لو عندك حد معرفه هيعمل عمليه قلب مفتوح، بتخش على الفيس تدور على اشطر. دي حاجه. الحاجه الثانيه هسالك سؤال بقى كده، هل الفيس واخد بال حضرتك او السوشيال ميديا هل فيها مصداقيه في الاعلانات؟ لا، في الاعلانات بالنسبه لا. يعني هي اكثر شو يجذب بالظبط. طيب الصور اللي بتتعرض قبل وبعد هل هي صحيحه؟ اغلبها فيها لعب. اغلبها فيها لعب ولا ما فيهاش لعب؟ طيب هو ده ما هوش مصداقيه يعني. انا ما احبش احط نفسي في الريسك ده يعني. ولا انا ما احبش احط حاجه قبل وبعد مش حلو يعني. مش او حاجه فعلا مش ما اتعملتش كده في الحقيقه. تمام. طيب البراند احنا دلوقتي خلاص احنا اتكلمنا عن الماركتنج، وهي سبحان الله كل واحد بيبقى ليه يعني الطريقه السريه بتاعته. فحضرتك ما شاء الله الطريقه بتاعتك الاساسيه الورد اوف ماوث، المريض نفسه والكلمه. لا وفي نقطه تانية كمان، الدكاتره. انا حضرتك من اكتر الناس اللي شهرين الدكاتره اللي بيجوا يتدربوا هنا. ماشي. انا حضرتك الناس اللي بيتعلموا مني اللي بديله معلومه هم اكتر ناس بتفيدوني. انا دلوقتي لو علمتك مثلا جراحه وحضرتك جات لك حاله متعقده، اول واحده هتفكر تبعتها له مين؟ مش حاضر. تمام، دي ما فيهاش نقاش. طيب يبقى انت اصبحت داعيه ليه ولا مش اصبحت داعيه ليه؟ طيب مبدئيا اصلا الحاجات الصغيره او الحاجات الوسط او الحاجات الكبيره شويه اللي انت هتوجدها بعد كده، مبدئيا انت في يوم من الايام هتتعلمها، سواء انا علمتها لك او مش علمتها لك. صح، هتتعلمها. الحياه ما بتقفش على حد. تمام. فانت في يوم من الايام مش هتحتاجني. طيب وانا ليه؟ طب انا اخليك محتاجني، انا ادي لك وخلي اول شخصيه تيجي في دماغك هو انا. صح. فادي لك كل حاجه برضك. طيب لما ادي لك كل حاجه هل انت هتاخد كل الحاجات؟ لا مش هتاخد. في حاجات برضك انا هبقى سابقك فيها. مش معنى ان انا خبيتها عنك، لا، معنى ان انا متدرب فيها اكتر منك، وانت هيجي لك حالات هتخاف منها فتبدا تبعتها لي. ماشي. زي ما انا برضك بيجي لي حالات وببعتها لاساتذتي. يعني انت فاكر ان انا مش كل حاجه بتيجي، في حاجات بتيجي لي وما بعرفش عنها. ايوه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا مثلا عندنا النوب اللي معايا في الجامعه، النوب دول يعني ما شاء الله بيشتغلوا فراكشر زي جوم، بيشتغلوا فراكشر مجزله، بيشتغلوا فراكشر مانول، بيشتغلوا كل انواع السيستات، بيشتغلوا بيشاركوا في حالات اورام، بيشاركوا في حاجات زي كده، بيشاركوا في حالات جراحات في المفصل الفك وكده. فحضرتك الحاجات دي كلها الناس دي بتشارك فيها، وفي حاجات هم بيشتغلوها من الالف للياء وهم لسه نواب. يعني انا زمايلهم في الجامعات التانية ما بيعرفوش يشتغلوا يعني. فالناس ده ان هي نفسها دعايه ليا، يعني هي دعايه ليا. طبعا انا معلمهم ومخليهم يشتغلوا، وطبعا تحت اشراف مني، وهم وبحاول ان انا اكبرهم واكبر معاهم. هم دول اللي هيكبروني يعني دلوقتي حضرتك مركز الورد اوف ماوث على الاثنين، على المريض والطبيب اللي هم تمام ناحيتين، عشان تبقى كده مسكت العصايه في النص. تمام. طيب البيرسون براندنج اهم ولا ان انا اعمل براند للعياده نفسها؟ يعني دلوقتي مثلا بعد عمر طويل حضرتك ان شاء الله باذن الله مجيد، لو حضرتك عاوز تخلي العياده شغاله، هل انا اعمل لها من بدري؟ يعني انا مثلا في ناس بتقرر على 45 انا عاوز ارتاح وما اقعدش اكمل، وبقى ابو مدير مثلا، او ابقى انا صاحب العياده وبدا اشتغل الحاجات اللي انا متخصص فيها، او الحاجات اللي انا حد طالب لي من الاسم مثلا قريبي معرفه الكلام ده كله. فهل انا من بدايه حياتي اهتم ان انا ابني بيرسونال براندنج، ولا اعمل للمشروع بتاعي او عيادتي هو البراند الاساسي؟ ايهما اهم؟ بص، هو احنا التيم اللي شغال معايا في العياده هنا كله بيشتغل يعني كله ما شاء الله فيهم ناس مميزين في حاجات معينه. ماشي. وده حاجه بيرسونال لهم. يعني مثلا عندنا دكتور زي الدكتور اسلام محترف احتراف في حشو العصب، يعني حالات معقده بتجي لنا من ناس بره كتير ما شاء الله، يعني من الناس المحترفه فيها. لكن بيشتغل تقويم، بيشتغل جراحه، بيشتغل بيريو، واخد هو زماله في البيريو، اللي بيشتغل امبلانت.
بيشتغل حاجات تانية. لكن لما نيجي بقى حالة متعقدة في العيادة كاملة، فلان عندنا مثلا دكتور قسم حشو العصب. في قسم حشو العصب، عندنا مثلا الدكاترة الدكتور زي الدكتور باسل محترف جراحة وبيشتغل جراحة كده وبتاع، ومع ذلك وأفضل واحد في العيادة بيعمل تركيبات. لما بتيجي تركيبة متعقدة معايا أنا بحولها له هو. لما بعمل زرعة متعقدة فول أرش مثلا أو كده، واحس ان الزرعات دي مش التركيبه بتاعتها صعبه وكده بتاع، بحولها له. الراجل فنان في انه ازاي يريح القفله بتاعه المريض والاوكلوجن ويظبط الدنيا ويظبط شكل التركيبه النهائي والاخراج النهائي. فده بصراحه هو محترف فيه، فعشان كده مميز فيه هو. لكن ده لا يمنع ان هو بيشتغل تقويم ومحترف في التقويم، ولا يمنع ان هو بيشتغل عصب، ولا يمنع ان هو بيشتغل حاجة. انا شغال على الناس اللي هنا ان احنا نرتقي بيهم. انا بزعل جدا لما واحد من اللي شغالين معايا احس ان هدفه الاساسي مادة. انا عايز هدفهم الاساسي مريض، هدفه الاساسي انه يرتقي، انه يكبر نفسه وكده. او عايز المريض لما يجي من بره ما ينقيش. يعني لو قلنا له خش لسين او صاد او عين، يبقى داخل المكان عارف ان سين هو صاد هو عين. لما ببقى مبسوط جدا لما ببقى مسافر والمركز شغال حلو معايا. حضرتك تقدر تعمل ده؟ حضرتك تقدر تسافر؟ ايوه الحمد لله دلوقتي ممكن اسافر وارجع الاقي المركز شغال زي ما هو. ممكن اروح مؤتمر اقعد اسبوع وارجع الاقي المكان شغال زي ما هو. افهم ان الاثنين مهمين. لازم الاثنين يبقوا مهمين، لازم الاثنين. يعني انا مثلا لو خد دور برد، انا قصدي مش ينفع اعمل واحد واسيب الثاني، لازم اعمل الاثنين مع بعض. لازم يبقى المكان شغال بيك او من غيرك. تمام. ولازم انا بزعل جدا من الدكتور اللي هو لوحده في العياده. للاسف. طب انت لما تسافر، انت رايح تصيف دلوقتي. بلاش يسافر هيتعب. ايوه لا انت رايح تصيف، هتعمل ايه؟ تقفل العياده؟ طيب والمريض اللي هيجي؟ طيب انت دلوقتي ربنا فتح عليك وعندك زحمه، ماشي، مين اللي هيشتغل؟ ظهرك وجسمك ومين معاك؟ مين اللي هيشتغل؟ المكان هيقف. صح. ماشي. فانت حضرتك لازم تكبر المكان يكبر وانت تكبر وكده. يعني انا عايز يبقى المركز مش مركز احمد عرفة كاسم، ومش عايز المريض يبقى جاي لاحمد عرفة كاسم. انا عايز المريض يبقى جاي يشتغل في مركز الدكتور احمد عرفة، تحت اشراف الدكتور احمد عرفة ماشي، في ثقة في الدكتور احمد عرفة ماشي. لكن ان هو عارف ان اللي شغالين مع الدكتور احمد عرفة لا يقل كفاءة، بل فيهم اشطر من الدكتور احمد عرفة. تمام. طب بالنسبه لحضرتك قلت دلوقتي لازم الواحد يتطور، ياخد ماستر، زماله، بورد، معادله كده، ويقرا. لازم تقرا. هل الحاجات دي الاثنين دول لو عملتهم الاثنين دول، القراءه عموما زائد الماستر او ان انا اخد شهاده تقويني وتخليني متخصص، هل الاثنين دول هم اهم اثنين يخلوني اجيب مرضى، استجلب مرضى، ولا في حاجات تانية؟ انا قصدي بتكلم على من الناحيه الطبيه فقط، مش من ناحيه بقى التعامل الحسن مع المريض والكلام ده كله. عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت دلوقتي لو عايز تعمل عمليه لوز لابنك، تمام، انت بتدور على استاذ ولا واحد معاه دكتوراه، ولا بتدور على واحد معيد بس شاطر؟ لا، بدور على ماجستير او دكتوراه. ايوه، ليه؟ عشان علم. صح. لما تيجي تعمل عمليه لحد ريلاتيف، فكل ما يكون في شهاده كل ما تحس ان الانسان ده كويس. طب عايز اقول لحضرتك على حاجه اظرف. انا لما خدت الماجستير سبحان الله العظيم عدد المرضى زاد، ولما خدت الدكتوراه سبحان الله العظيم عدد المرضى زاد. ماشي. وكل ما الواحد يذاكر ويعمل عدد المرضى بيزيد. فانت حضرتك بس انا بسال السؤال ده من ناحيه ان في ناس بسم الله ما شاء الله ما خدوش اي حاجه من الحاجات دي، بسم الله ما شاء الله متمكن، بس هو فعلا متمكن في برانش واحد. يعني مثلا متواصل قرر مثلا يبقى حشو عصب بدون ذكر اسماء، او في ناس بسم الله ما شاء الله كتير على السوشيال ميديا موجوده وفعلا ناس ثقه وناس شطار جدا. هو خلاص متميز في حاجه، وصل دلوقتي مثلا 35 40 سنه، بس عمره ما خد ماستر ولا خد كورسات زي ما حضرتك قلت، وبيقرا كتير زي ما حضرتك قلت. مش ما هو ده كبر نفسه برضه. هو كده كبر نفسه بس بطريقه ما. ايوه. ما هو حضرتك دلوقتي مش سهل ان انت تسجل ماجستير، ومش سهل ان انت تسجل دكتوراه، ومش سهل ان انت تاخد زماله. الامور عادت معقده، ما هياش سهله زي الاول. يعني ايامنا كانت الدنيا اسهل من كده بكتير، لكن دلوقتي الموضوع العدد كتيره، الوسائط مطلوبه، الدرجات مطلوبه، اللي مش عارف ده مطلوب، فالموضوع اصعب بكتير. والتكلفه الماديه عاليه، فطبعا انت ما توقفش. يعني مثلا لما بيجي لي واحد يقول لي اسجل ماجستير في ايه، اقول له شوفي اللي متاح، سيبك من اللي انت عايزه،
بس شوف اللي متاح وحاول تنقي حاجه انت حاببها. طب ما لقيتش خد حاجه انت مش حاببها. ما لقيتش خد يا رب تسجل حاجه اكاديمي هتكبر. يعني سجل مثلا دنتال اورال هيستولوجي مثلا. اورال هيستولوجي هيكبرك وهيخليك من راجل كبير برضك. لكن الحاجه السيئه ان انت تقف. تمام ماشي. فانت خد اي حاجه اكاديمي وذاكر واخد بالك حضرتك تاني. يعني انا دلوقتي استاذ في الاورال هيستولوجي احسن ولا طالب واقف؟ لا استاذ طبعا. استاذ ده علم واسع وقرايه ومذاكره فحضرتك لازم يكبر. وبعدين كل البرانشات بتاعتنا بتخدم كله. احنا كاجيال اللي هو الجديد متسارعين شويه. احنا بندور على الحاجه اللي بنعتقد ان فيها فلوس. هو كله فيه فلوس. اهم حاجه البركه. ماشي. طيب حضرتك اللي بياخد بيريو فيه فلوس وممكن يوظفه يبقى حلو. اللي بياخد تركيبات فيها فلوس وممكن يوظفها ويبقى ياخد فيها فلوس. اللي بياخد اندو فيها فلوس. اللي بياخد تقويم فيها فلوس. اللي بياخد جراحه فيها فلوس. كله فيه فلوس. بس المهم ان انت حضرتك تطور وتتاجر بالحاجه بتاعتك. كبر نفسك في الحاجه بتاعتك. ازاي ان انا ابقى متميز في الحاجه دي معايا. فانت لو تميزت في برانش معين هتبقى انسان كويس. لكن ما تميزتش خلاص هتقف. هي الحاله هتقف فيك يعني. نيجي بقى لنقطه السفر. نعم. احنا ما شاء الله انا عارف ان حضرتك سافرت كتير. يعني كذا بلد وكذا مكان. وحضرتك لسه قايل برضه من ناحيه السفر ان حضرتك رحت 2.5 سنين تقريبا قبل ما تفتح العياده وجات عليك بخساره. حضرتك عاوز تحكي لي الاول؟ بص هتسافر اللي نظريه كده. هتسافر هتستريح 10 سنين وهتتعب طول عمرك. هتقعد هتتعب 10 سنين وهتستريح طول عمرك. ازاي؟ انا هسافر النهارده جي بي هاخد 6000 ريال. تمام. 6000 ريال ديت هصرف لي على الاقل 3000 او 4000 ريال. هوفر 2000 بما يعادل 20000 جنيه او 25000 جنيه في الشهر. هوفر ده الكلام ده لو انا ماسك على نفسي ورحت. طبعا اول سنه بتبدا توفر. تاني سنه بتسدد الديون اللي انت سافرت بيها. تاني سنه بتوفر بيبقى معاك قرش. تالت سنه بتعيش حياه كريمه هناك بالفلوس اللي بتيجي. الله جاب الله خد الله عليه العوض. ولادك بيدخلوا مدارس خاصه فبتصرف. وبتجيب عربيه فبتصرف وبتدفع ايجارات ومش عارف ايه فبتصرف. فتلاقي نفسك في النهايه احمد زي الحاج احمد ما انتش موفر حاجه هناك. الكارثه بقى ان حضرتك بتسافر ب 6000 ريال بتفضل بيهم 6000 ريال الخمس 6 سنين اللي انت قاعدهم. ماشي. فما بتكبرش. مصاريفك ومتطلباتك بتزيد واقلمت نفسك عليهم. اي نعم هم حلوين وبيكبروك بس انت وقفت عليهم. طيب غير بقى حضرتك انت هنا في العياده. انت حضرتك جالك النهارده مريض. بدات تشتغل على المريض. ربنا كرمك المريض بعت لك مريض والمريض بعت لك مريض. بقى عندك لما كان بيجي لك مريض في اليوم بقى بيجي لك 2. بعد شويه بعد سنتين بقى لما كان بيجي لك في اليوم معدل مريضين بيجي لك معدل 5-6 مرضى. فبدات تكبر. ماشي. بدات تكبر مع المرضى. بدات تكبر مع نفسك وبدات تطور في نفسك وما وقفتش. اضافه الى ان انت هنا بتسجل بره ما بتسجلش. السفر ده مرحله انتقاليه ان انت ممكن تجيب بها قرشين ترجع تفتح عياده ترجع تسجل ترجع تعمل. لكن مش هو الاساسي. الحاجه بقى اللي انا عايز اصدمك عليها ان الدول الخليج والحتت ديت قعدوا بينتجوا دكاتره اكتر من هنا بكتير. يعني الجامعات الخاصه عندهم اكتر بالاضافه لان هم بيجوا ياخدوا من هنا بسهوله. يعني بياخدوا ماستر ودكتوراه وبياخدوا ماجستير. فبالتالي قعدوا بيطردوا الناس. ما عادوش لان هو اجباري ان هو شغال ابن البلد. فقعد بيمشي الناس. هو طبعا ليه عدد معين من الناس بيشغلهم عشان الفيز بتاعه صغير. لكن بعد شويه هيطرده. يعني احنا هيجي بعد شويه مش هيبقى محتاجك كدكتور عنده. فالوضع مش كده. فمش هو يبقى التارجت. هيبقى حاجه وقتيه لكن مش حاجه اساسيه. السفر لاوروبا هو اللي حلو دلوقتي. ماشي. انت ممكن تسافر اوروبا تسافر الحاجات دي. ده حاجه كويسه. طب النصائح برضه حضرتك من ناحيه اوروبا لان انا الفتره الاخيره بالنسبه لبلد العمله اصعب شويه والكلام ده كله. فالواحد بيكون صعب انه يعمل معادله لاوروبا والكلام ده كله. ممكن الواحد يعمل ده ويوصل له ويسافر فيواجه كمان معضله شديده جدا. احنا لسه سامعين عنها بقى لنا 2-3 يمكن من بعد كورونا. الالحاد الشذوذ الكلام ده كله. وانه يكون بيلاقي صعوبه. هو ممكن هو نفسه ما شاء الله ربنا يثبته
ولكن انه بقى ياخد عياله ويربي. اصلا اغلب اللي بيسافر اوروبا بيسافر هجره، خلاص انا هدني هناك هاخد جنسيه وهقعد ارتاح. فالناس دي تعمل ايه؟ هل نروح ونرجع تاني؟ بص هو هناك على فكره لما بيبقى في مكان فيه صحبه صالحه بيبقى الوضع كويس. على فكره التدين والحاجات هناك، الاماكن اللي فيها تدين في حاجات بتبقى حلوه اكتر من هنا كمان. الالتزام هناك اعلى من هنا كمان. يعني كان عندي واحد من النمسا قريب حتى بيعمل لي دعوه ان انا اسافر النمسا، بيقول لي انا عايزك تيجي بس عشان تتفرج على الصلاه في رمضان وتيجي تتفرج على التدين اللي عندهم. حضرتك طريق الشيطان موجود وطريق الخير موجود، فحضرتك هو هناك اكتر من هنا. انت حضرتك لازم تحافظ. بس هو اللذيذ ان انت هناك بتلاقي وقت تقعد مع مراتك وعيالك وتقدر تربيهم، تقدر تشتغل على عيالك. يعني انا ليا صديق ليها اخوه دكتور بشري في انجلترا. انا لما بشوف عياله وهم بيتكلموا لغه عربيه احنا ما نعرفش نتكلمها ولا ما بيتكلموش الا باللغه العربيه، واشوف العيال في التدين والالتزام، واشوف العيال حافظه القران وكده، وهو شغال في انجلترا في لندن مش عشان صلاه العصر.